قضية اليوم غتسافر بينا لمصر وبالضبط في القاهرة الجديدة. تما البوليس غادي يجي لهم واحد الإخبارية المفاد ديالها أن واحد الشاب تلقى مقتول في قلب الشقة ديالو. هاد الشاب كان صاحب شركة وهاد الشركة ديال الترجمة. أصدقاء ديالو اللي غادي يكونوا مشاو عنده بالصدفة حيت مولفين كيمشيو يتجمعوا معاه غيلقاوه في واحد الحالة يرثى لها، فغيبلغوا البوليس والبوليس غيمشيو على وجه السرعة للمكان. بمجرد ما غيوصلوا غيلقاو واحد الشاب اللي في الثلاثينات من عمره، ملقى على الظهر ديالو متعرض لعدة طعنات عشوائية. البلاصة اللي هو فيها أولا الشقة اللي هو عايش فيها باينة أنها مبهدلة وسفاليه عليها، وكيبين أن كان شي شجار في قلب منها. داكشي غيقولوا باللي هاد السيد يا كان معاه شي حد هنا وتعرضوا لشجار اللي كان عنيف وبسبب ديالو خلص عليه بهاد الطريقة، أو لا ممكن شي حد جاب غيسرقو، السيد فجأة شافوه فناض شي شجار وكذلك ومثال انهى الحياة ديالو بديك الطريقة. فباش يعرفوا واش الاحتمال الأول ولا الثاني هو اللي حقيقي غادي يحاولوا يشوفوا أي حاجة ثمينة في قلب الشقة، فلوس تليفون، شي حاجة ذو قيمة. غيلقاو كل حاجة في بلاصتها، وهذا الشيء اللي يأكد لهم باللي احتمالية ديال أن الجريمة بسبب سرقة ما كايناش، لكن الهدف ديالها كان ممكن تصفية حسابات. غيبداو يدوروا في الشقة، غيبان لهم أن كاينة واحد الغرفة اللي فيها ملابس نسائية وفيها واحد السرير اللي حالته غادي يبان لهم على أن كاين فتات ديال الماكلة، منهم اللي يابس ومنهم اللي داروا الغمولة. غيحاولوا ياخدوا أي حاجة كتفيدهم من وسط هذيك الشقة، وطبعا البصمات. من بعد ما غيديروا هاد الشيء الجثة كمشي لمستودع الأموات باش يعرفوا أول حاجة كيفاش هاد السيد حتى توفى وإمتى توفى. تاني حاجة هادوك البصمات يعرفوا لمن كيعودوا، حيت كانوا بصمات اللي كتيرة وفي أماكن متفرقة من الدار، زائد هادوك الملابس اللي كاينين تما ديال من وفينا هي المرأة اللي كانت عايشة مع هاد السيد. فباش يجاوبوا على هاد الأسئلة غادي يسولوا الأصدقاء ديالو واللي كانوا معاه واللي هما اكتشفوا أصلا الجريمة. الأصدقاء ديال هاد السيد غيقولوا على أن الصديق ديالهم ما عنده عداوة مع حتى واحد، السيد ترونكيل مع راساتو، من الخدمة للدار الدار للخدمة، وهاد الدار هادي راه دايرها غير القصارى، أما الدار اللي كيسكن فيها ففي بلاصة أخرى. غيسولوهم واش مزوج خاطب وما إلى ذلك، غيقولوا لا ما مزوج ما خاطب، ولكن كان عايش مع واحد البنت اللي خدامة عنده، كانت كتجي عنده مرة لهنا للسكن اللي هو عايش فيه، ربما تكون هي اللي نهات حياته. غادي يقولوا لهم كيفاش نتوما حتى اكتشفتوا هادو، غيقولوا باللي غيط عليهم بليله قبل وقال لهم اجيو عندي بغيت نسهر معاكم هاد الليله ونقصروا مع بعضياتنا. وفعلا مشينا في الوقيته اللي قال، حتى كنلقاو الباب مبسم. بمجرد ما غادي نوصلوا للصالون حتى كيبان لينا السيد في هاد الحاله اللي نتوما شفتوها فيها، ما قربنا له ما قصناه ما زعزعناه، عيطنا عليكم مباشره. البوليس غادي يقولوا لهم هاد الصديق ديالكم واش كتعرفوا السيده اللي كان معاها فين كتسكن شنو كدير؟ غيقولوا باللي لا ما كيعرفوش فين كتسكن، لكن كانت خدامه عنده. ربما الناس اللي خدامين عنده في الشركه الا سولتهم يقدروا يعطيو لكم شي معلومات عليها. البوليس غيشدوا هاد الطريق حيت كيف ما عارفين ان الموضوع ديال البصمات كياخد شويه ديال الوقت، فداك الشيء علاش غيمشيو يسولوا العمال. غيقولوا على ان فعلا البنت اللي كانت خدامه الاسم ديالها منة، ومؤخرا ما بقاتش كتجي تقريبا شي 15 يوم وهي غايبه على الخدمه. سولنا الباترون اذا كانت هي دارت الاستقاله ديالها، قال باللي السيده استقلات وما بقاتش غادي ترجع للخدمه. البوليس غيعرفوا باللي منا اصلا ما بقاتش كتمشي لخدمتها، فبالتالي احتماليه ديال ان يكون باقي الكونتاكت ممكن يكون بعيد. ولكن الشباب كيقولوا باللي شافوها مؤخرا عنده في وسط لابارترومون وكانوا جالسين كاملين مجمعين وهي اللي كانت كتسخر عليهم. البوليس غياخدوا هاد الاقوال كامله وغيحاولوا انهم في وسط الشركه ياخدوا المعلومات ديال هاد البنت باش يمشيو يتواصلوا معاها. وفعلا داكشي اللي غيكون، غيمشيو للدار اللي كاين فيها العنوان ديال منا واللي كان في عمرها 23 سنه في هذيك الوقيته. غادي يدخلوا السلام واش هذه هي الدار ديال منا؟ هادي. وهنا كان الاب هو اللي خرج باش انه يشوف شكون غادي يجي. غادي يقولوا له باللي حنا بغينا بنتك نهضروا معاها الا كان ممكن. الاب غادي يدخل وهو اصلا ما فاهم والو علاش البوليس جايين يقلبوا على بنته. غادي يعيطوا عليها وغادي يلقاوها في واحد الحاله يرثى لها، كلها كدمات كلها مطحطحه مسكينه. غادي يسولوها وغيقولوا ليها شكون اللي دار فيك هاد الشيء؟ ما غتجاوب ما غتكلم، غتبقى غاديها غير البكا. وغيديوها معاهم، غيبداو كيحاولوا انهم يستجوبوها وياخدوا منها اي حاجه تقدر تفيدهم. ايوا دابا ملي وصلنا لهاد النقطه خليني نعرفكم بعدا على هاد منا
وكيفاش دارت حتى تعرفات على داك أمين اللي كان المشغل ديالها. منا كانت كتنحدر من واحد العائلة بسيطة، الأب ديالها كان كيضرب تمارة الليل ونهار باش يجيب لهم داكشي اللي غادي يقدر عليه، سواء من ناحية اللبس أو القراية، بالخصوص أن القراية عندهم كان ضروري خصهم يديروا دروس خصوصية، وإذا ما داروش الدروس الخصوصية فالأساتذة والمعلمين ما كيعطيو ليهمش نقطة مزيانة وممكن يخليهم يعاودوا، وهذا الشيء راه عندهم كيبدا من الحضانة. المهم الأهر كان عليهم واحد العيب اللي هو كبير، حيت منا ما كانتش بوحديتها اللي عند والديها، كانوا دايجة عندها 4 ديال خوتها الاخرين. فالاب ربي اللي كان عالم بحالو كان كيشقى الليل والنهار غير باش يجيب ليهم داكشي اللي غادي يحتاجوا. منا من بعد ما غادي تكبر وغادي تمشي للجامعة غادي دير شعبة ديال الألسن وغادي تاخد الإجازة ديالها. من بعد ما خدات الإجازة غادي تعرف راسها على أنها خاصها تخدم وخاصها توقف على رجليها وتعاون باها اللي كان كيعاونها، وهذا الشيء اللي ولات كتفكر فيه. ولات كتدفع السيفيات ديالها لبزاف تاع الشركات وبزاف تاع المكاتب ديال الترجمة، اللي كتدفع ليه ما كيجاوبهاش واللي كتدفع ليه كيدير لها الانترفيو ولكن ما كيقبلهاش. غتبقى مسكينه من واحد لواحد ومن بلاصه لبلاصه، وخدمات بزاف تاع البلايص اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالمستوى الدراسي ديالها، بحال مثلا خدمات كتغسل في الاطباق في واحد الريستورون غير باش يكون عندها الفلوس اللي تقدر انها تنقل من بلاصه لبلاصه ملي تكون كتدفع السيفيات ديالها، حيت باها راه فريمون ربي اللي عالم بحالو. من بعد ما غدوز مده لا باس بها، اخيرا ربي غادي يشوف حالها، والبلاصه اللي غادي يدفع ليها اخر مره او الشركه اللي غتدفع ليها كان ديال هذاك امين كانت عنده شركه مختصه في الترجمه، سيد لاباس عليه، الطوموبيلات، الديور، في الهندام ديالو كان باين على انه لاباس عليه. المهم ضربها على الشوعه هي فاش شافتو، دار معها الانترفيو، عجبها ولكن في نفس الوقت كتقول يا ربي غير يقبلني. غادي يقول لها ايوا سيري حتى وكان ان شاء الله ونجاوبك. غادي تدوز يومين غيصوني عليها وغيقول لها باللي تقبلتي واجي باش تخدمي معنا. منا طايره بالفرحه وكتقول اخيرا لقيت الخدمه اللي كتناسبني. لا وماشي غير هكاك، لقيتها عند واحد السيد اللي بوغوس والتعامل ديالو زوين، حيت هي داك المقابله الاولى اللي كانت بيناتهم كانت زوينه. هو شاب وسيم وانيق، وحتى هي كانت واحد البنت اللي جد دهبه وزوينه، واخا ما لابساش عليهم ما حتى شي حاجه، ولكن كانت انيقه في هندامها بسيط وانيق. فالمهم غادي تمشي تخدم في اول نهار ليها. التعامل ديالو كان الى حد ما مزيان، لكن هي كانت تعاملها طريقه تانية وكانت كتبين له على انها معجبه به. امين شاف على ان هاد منا معجبه به، فولا كيتعامل معها بطريقه خايبه والكاركتير ديالو تبدل. فهي واخا كيتعامل معها خايب بقات كتعامل مزيان. غادي تدوز مده حتى غادي يوليو هنايا كيهضروا بطريقه اللي مختلفه تماما. امين غادي يقول منا على انك وليتي كتعجبيني، انا كنتقلق منك وكنغوت عليك ونتعصب عليك على الخدمه، ولكن انت كشخصيه فما عندي ما غادي نقول، انسانه زوينه لبقه، فهادشي اللي كنقلب انا اصلا في شي شركه حياتي. منا ما غاديش تصدق هادشي اللي كتسمع. واش فعلا الباترون ديالها غادي يولي عندها معاه علاقه؟ واش فعلا كيبغيها؟ غيتبادلوا النوامر الشخصيه وغيوليو كيهضروا مع بعضياتهم طول النهار. من بعد ما غادي تدوز واحد الفتره غيقول لها باللي بغيت نخرج معاك. فعلا غادي يخرجوا ويجلسوا في واحد القهيوه. هنا امين غيجبد واحد البواطه وغادي يحلها، وغتكون المفاجاه عند منا. كيجبد خاتم ديال الذهب وكيعرضوا عليها وكيقول لها واش تكوني معايا. غير غتشوف الخاتم والعرض ديالو اللي قال غطير بالفرحه وغتقول له انا قابله، حتى انا كنبغيك. غيقول لها ولكن شوفي عندي شرط، ما غاديش نتزوجوا، غادي ندخلوا انا وياك في علاقات، تسكني معايا، تبقي معايا في الدار، ولكن الموضوع ديال نتزوجوا ونديروا الوراق وداك التخربيق ما كاينلاش. راكي شايفه الزواج ولا كتير والطلاق كتر منه، فاحنا بغينا نعيشوا علاقه حب. غادي تقول له كيفاش؟ واش انت هادشي اللي كتشوف فيا ما يمكنش نكمل معاك، ما يمكنش نكون معاك في هاد العلاقه اللي غادي تكون هكا ما فيها لا زواج ولا والو. واش غنتزوجوا زواج عرفي؟ قال لها لا، ما كاين لا زواج لا حتى حاجه، نعيشوا انا وياه وصافي. وزيدون الاوروبيين دابا كيعيشوا مع بعضياتهم وكيعيشوا اسعد حياتهم، ماشي بحال حنايا داك التخلف اللي حنا فيه، خص ضروري نتزوجوا، ماشي ضروري نتزوجوا. بقى جالس كيزنزل ليها في دماغها. فهي قالت له لا، ما يمكن لياش نكون معاك في هاد العلاقه. غادي يقول لها وشوفي وسيري قلبي في الموضوع وتعرفي على ان الناس كاملين كيديروا هكا وعادي، راه غير انتي اللي باقي عندك هذيك العقليه المتحجره.
فعلا غادي تخليه وتمشي بحالاتها، وغتقلب في الموضوع وغتلقى باللي بزاف تاع الناس عايشين مع بعضياتهم كأنهم مزوجين ولكن ما مزوجينش. فالفكرة ولات كتعشعش في دماغها، ولات كتقول أصلا هاد خونا راه ما عمري غنلقى بحالو، السيد جاجاب كمالو، إلا بقيت حتى فلتو هو سير فين غنلقى بحالو. فداكشي علاش قالت اللهم نوافق، ربما مع المدة يولي كيبغيني، الفكرة ديالتو تغير ويتزوج بيا. فهادشي اللي دخلت هي، غادي تواصل معاه وغتقول له صافي أنا موافقة. أمين فرح وطار بالفرحة، ولا كيقلب على شقة اللي غادي يكريها، وفعلا غيكريها في واحد المنطقة اللي كانت راقية. غادي يمشي معاها وغادي تولي كتجي لعندو بشكل يومي للشقة اللي هو مجرها. غيدخلوا في المحظور والصلاة على النبي اللي عطا الله عطاه منا. من بعد ما غادي تشوف راسها على أنها طولت معاه، غادي تقول له شوف هادشي هذا ما بقاش عجبني، بغيت أن العلاقة بيناتنا يكون ولو غير زواج عرفي، بهكا نعرف أنني مزوجة ماشي كنكون معاك في الحرام. قال لها ماشي مشكل، نجيب صحابي وندير زواج عرفي، حيت هو في ديك اللحظة صافي ولا باغي يبقى معاها. غيدير الزواج العرفي وغيخلي لها الورقة في يديها. المهم هنا من بعد ما غادي يكونوا تزوجوا، منا غتبقى تجي وتمشي من عند والديها، لكن في الأخير غتلقى راسها أنها ولات كتعطل، ووالديها كيبقاو يسولوا عليها علاش تعطلتي، اش تعطلي لاش. كيد اش كذا كده ديما كانت كدير السبب الخدمه وبلي المشغل ديالها اللي كان كيعطلها. فوالديها بحكم انهم شافوا الفلوس كتكثر في يديها وهذا الشيء هذا راجع للساعات الاضافيه هي اللي كتخدم، فكانوا كيسكتوا. غتبقى غادا هاد العلاقه بهاد المنوال حتى لواحد النهار منا غتحس براسها عيانه، فهنا غتقرر انها تمشي للطبيب. ايوا مني غادي تمشي للطبيب وغادي تكشف عليها، غادي تصدمها بداك الشيء اللي عارفينه وعرفناه كاملين. منا غتلقى راسها حامله، وغادي تكون هي بالنسبه ليها اسعد لحظه في حياتها. ولكن بالنسبه ليها حاليا راها مازال ما مزوجاش، والديها لا بقاو تيتسقاو الخبار غيفضيوها، وهاد خونا اللي هي معاه واش غيقبل هاد الكرش او لا. يعني عندها تساؤل كبير وما عرفاتش جوابه. منا غادي تمشي عند امين وغادي تقول ليه بلي راني حامله. امين بمجرد ما غيسمع كلمه حامله غيقول لها واش كتفلي عليا، واش كتهضري من نيتك؟ قالت لهم انا حامله. قال لي هذاك الشيء اللي في كرشك غادي تحيديه، ما عندي ما ندير به. فهي غتقول ليه كيفاش نحيدو؟ والله ما نحيدو، انا اصلا عندي دليل كيثبت باللي كنت معاك، وعندي ديك الورقه ديال الزواج، فاذا بقيتي حتى بغيتي تنكرو غنخليه وانت غادي تثبت الابوه ديالك بغيتي ولا كرهتي. غادي تزايدوا في الهضره وغادي يعطيها قتله د العصا، وهنا غادي تسالي الحفله. ايوا دابا خليو من بعد ما طرا هذا الشيء ومنها حاولت انها ترجع لدار والديها، نقول لكم بالضبط اسنو وقع من بعد، لكن على اللسان ديالها. من بعد ما البوليس كانوا اعتقلوها وداوها معاهم وحاولوا على انهم يخرجوا منها اي هضره، ولكن للاسف ما قدرتش تدوي. غادي يهضروا مع الاب ديال منا وغادي يقولوا ليه واش انت عارف شي حاجه، واش في خبارك باللي البنت ديالها كانت عايشه مع واحد الشخص في الظهر ديالو. الاب مجرد ما غادي يسمع هاد الهضره غادي يتشوكا، حيت ما كانش متوقع هاد الشيء هذا من بنته اللي ضرب عليها تماره وسهر ليالي على قبل باش انها دير مستقبلها وتكون حتى هي شي هم وشان في هذا المجتمع. غادي يقول لهم باللي لا، ولكن بنتي راه 15 يوم هذه وهي غابره، 15 يوم وانا كنقلب عليها وكنسول، وراني مشيت درت ديكلاراسيون على الاختفاء ديالها، ولكن للاسف حتى شي واحد ما قلب معايا. من بعد ما دازت 15 يوم غادي تجي بوحديتها، فاش غادي تجي غتصدم من الشكل ديالها كيف ما شفتوها، كلها كدمات ومضروبه في الجسم ديالها كامل. غيقولوا لي في 15 يوم قالت لكم فين كانت؟ قال لهم باللي لا، بنتنا من ديك الساعات ومني جات وهي ساكته وغير مصدومه وكتبكي. فالبوليس من بعد ما غيسمعوا على ان منا راه 15 يوم وهي ما كايناش، غادي يمشيو يجيبوا صحاب ديال امين وغيحاولوا على انهم يعرفوا منها شي حاجه. صحابو غيقولوا بلي امين كان محتاج الزمنه عنده في الدار ومخليها معاه وما مخليهاش تخرج، وفاش كانوا كيمشيو عنده كانت كتخرج هي واللي كانت كدير اي حاجه كيقولها لها. البوليس بطريقتهم يقدروا انهم ياخذوا اعتراف من عند منا، واللي غادي تبقى تبكي وهي كتعاود وغتقول لهم تفاصيل اشنو وقع. طبعا من بعد ما عاودت لكم في الاول اشنو كان طاري، يعني كيفاش تعرفات عليه وكيفاش حتى مشات. نهار بالضبط اللي غتكون قالت ليه انها حامله غادي تكون دابزت هي وياه، غادي تمشي لدارهم وعود في العشيه غترجع عنده وغتقول ليه باللي شوف انا عندي ديك الوثيقه اللي كتبت انك حتى هو الاب ديال ولدي، فيا اما غتزوج بيا باش نحيد هاد الفضيحه يا اما ما غاديش يعجبك الحال. هو غيشدها ويعطيها قتله د العصا ويقول لها شوفي ما بغيتيش تحيديه بخاطرك، ايوا غتبقي عندي هنا في الدار حتى ينزل اولا تنزليه انتيا. المهم غيبقى سد عليها في واحد الغرفه ويلوح ليها الماكله كي الكلبه، مره يعطيه وحشره لا، كيعذبها نفسيا وجسديا وكيستغل فيها من الفوق، يخرج بسداد الباب ويدخل بسداد الباب. فاش كيجي مصحابو كتبقى هي تخدم عليهم وماشي من حقها تقول لا، وماشي غير هكاك حتى كان كيعطي لصحابو انهم يتعداو عليها، فكانوا كيدخلوا ويتعداو عليها كاملين وفي دقه واحده.
بين قوسين هذيك الكلمة الجماعية، حيت إلا بقيت حتى قلتها الفيديو غيطير. المهم هنا من بعد ما غادي تكون كيديروا فيها هذيك الحالة صافي ما بقاتش كتستحمل، فقررت أنها تنهي حياتها وتراجعات، حيت قالت إلا بقات حتى نهات حياتها راه ربي ما غاديش يسامح ليها اصلا هاد الذنوب الكثيره اللي دارت. اول حاجه كانت كتزني مع هاد الانسان ودارت هاد الروينه الكحله وهاد الوعاه، وغتزيد انها تقتل نفس، فبالتالي ربي ما غيسامحش ليها. قررت انها تكمل حياتها وتعيش وتكفر على الذنوب الياملين اللي دارت. فغادي تجي واحد اللقطه اللي كان امين خارج وهي اعتقدت على انه خلى الباب محلول، لكن لا، هو عارف اشنو كيدير، كان سادو، فحصلها وهو يدخلها. قال كي يعطي لها قتله العصا هي بقات كتهرب منه من بلاصه لبلاصه، من بلاصه لبلاصه، حتى غتمكن انها تدخل الكوزينه. غادي تهز السكين وغادي تجلس كتسد له قعانات في الجسم ديالو كامل. من بعد ما دارت داكشي غادي تمشي كتجري وخلات الباب محلول طبعا ديال الشقه. مشات كتجري لدارهم، غتوصل للدار بقات غير كتبكي ووالديها كيسولوها مالكي اشنو واقع، ما كتجاوبهمش غير كتبكي وساهيه، حتى غادي يجيو البوليس من مورا يومين وغيعتقلوها. من بعد ما غادي يكون اعترفت اعترافات تفصيليه، المحامي بحكم ان والديها ما كانش عندهم فكان المحامي دار ليها من طرف المحكمه، وغادي ترافع عليها واحد المرافعه اللي خلى القاضي انه يتعاطف معها في المحاكمه ديالها. بقى كيحاول على انه يخلي القاضي يتعاطف ويعرف على انها راها ضحيه ماشي مجرمه، تبتو على انها فعلا كانت محتاجه لمده ديال 15 يوم في قلب البيت، وباللي السيد تعدى عليها وباللي راها حامله، وغير هكاك حتى دوك الاعتداءات الجماعية اللي كانت كدار عليها. هادشي هذا كله طبيب عطاه خبرة وقال على أن فعلا هاد البنت هادشي هذا كامل تعرضات ليه، زائد الطبيب النفسي اللي كيقول أن الحالة ديالها كارثية. يعني السيدة في 15 يوم شافت الولاد، فشافوا على أن هادشي هذا كامل اللي دارته دفاعا على النفس. يعني راه ماشي دارت هادشي هذا طوعا منها أو لا كانت باغا أنها دير هادشي، لكن وصل السيل الزوبة، دافعت على راسها، هزت سكين اللي كانت أقل حاجة ممكن تدير بحكم أن البنية الجسمانية ديالها كانت ضعيفة مقارنة مع الشخص اللي كان محتاسها. يعني هما من هنا من الأخر شافوا على أن منا غير كانت كتدافع على راسها وحاولت أنها تهرب من هذاك الوحش الآدمي. من بعد ما الجلسة كانت خدات أكثر من ساعة ديال المكانة، قاضي غادي يحكم على منا بالبراءة، وغادي يشوف على أنها كانت ضحية ماشي مجرمة، وعلى أن هذا الشيء هذا كله اللي وقع كان دفاعا على النفس والشرف ديالها ودوك الاعتداءات الجماعية اللي كانت كدار عليها. هادشي هذا كله طبيب عطاه خبرة وقال على أن فعلا هاد البنت هادشي هذا كامل تعرضات ليه، زائد الطبيب النفسي اللي كيقول أن الحالة ديالها كارثية. يعني السيدة في 15 يوم شافت الولاد، فشافوا على أن هادشي هذا كامل اللي دارته دفاعا على النفس. يعني راه ماشي دارت هادشي هذا طوعا منها أو لا كانت باغا أنها دير هادشي، لكن وصل السيل الزوبة، دافعت على راسها، هزت سكين اللي كانت أقل حاجة ممكن تدير بحكم أن البنية الجسمانية ديالها كانت ضعيفة مقارنة مع الشخص اللي كان محتاسها. يعني هما من هنا من الأخر شافوا على أن منا غير كانت كتدافع على راسها وحاولت أنها تهرب من هذاك الوحش الآدمي. من بعد ما الجلسة كانت خدات أكثر من ساعة ديال المكانة، قاضي غادي يحكم على منا بالبراءة، وغادي يشوف على أنها كانت ضحية ماشي مجرمة، وعلى أن هذا الشيء هذا كله اللي وقع كان دفاعا على النفس والشرف ديالها والغريزة اللي كاينه في كل إنسان ديال العيش والبقاء. فهي كانت باغا غير تعيش وكانت باغا أنها تبقى في الدنيا، فدافعت على راسها بهذه الطريقة. وبهكا منا غادي ترجع لدارهم وغادي تاخذ البراحة ديالها من هذه القضية. وفي الأخير القضية ما كانتش غير جريمة قتل عادية، بل كانت صرخة ديال واحد البنت عاشت جحيم ما يتوصفش. منا ما كانتش مجرمة، كانت إنسانة ضعيفة وطاقت في الشخص الغلط ودخلات علاقة دمرات حياتها من كل الجهات. ولكن في واحد اللحظة ملي وصلت للحافة ما بقى عندها حتى اختيار آخر غير الدافع على راسها. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش أي واحد في بلاصتها كان غيدير نفس الحاجة ولا كاين حلول أخرى حتى في أسوأ الظروف؟ القاضي حكم بالبراءة، ولكن الجروح اللي تعمروا في نفسيتها واش حتى هما تبراو؟ هاد القصة كتعلمنا بزاف ديال الحوايج. أولها أن الثقة في الشخص الغلط ممكن تدمر حياة كاملة، وثانيها أن بعض القرارات اللي كنشوفوها بسيطة كتجر وراها كوارث. وفي الأخر ديما خلي عينيك محلولة، حيت ماشي أي واحد كيبان مزيان كيكون فعلا مزيان.